نرجع تاني بعد فترة التوقف الدولي قبل بداية الجولة الرابعة من دوري النيل عشان نشوف حصل ايه في الجولة التالتة. مع صفارة تحكيمية للكابتن محمد عباس كانت البداية من استاد القاهرة الدولي مع الصاعدين حديثا فريق زد وفريق بلدية المحلة. المباراة كان فيها نص دستة أهداف. لما انتهت المباراة بنتيجة 3-3 سجل الأهداف زد مصطفى زيكو هدفين وشادي حسين هدف، وسجل لبلدية المحلة في بو حكيم وحسام أشرف وعبد الرحمن سمانة. وفي نفس اليوم بس من استاد الإسكندرية كانت مباراة سموحة والمقاولون العرب بتحكيم محمود وفا، واللي انتهت بفوز صاحب الأرض 2-1. سجل لسموحة مصطفى البدري وفادي فريد، وسجل الهدف الوحيد للمقاولين جوزيف أوشايا. وعلى استاد عروس البحر المتوسط كانت مباراة الاتحاد السكندري والجونة، وقدر الجونة يتعادل مع الاتحاد على ملعبه وسط جمهوره بنتيجة 2-2. وسجل الاتحاد مابولولو هدفين، وسجل الجونة أحمد بالحاج هدفين، والقيادة التحكيمية كانت لكابتن أحمد حمدي. ومن استاد برج العرب مباراة فاركو وسيراميكا مع الحكم وائل فرحات، وانتهت برضو بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجل لفاركو وليد فرج وسيف تيري، وسجل لسيراميكا جون إيبوكا وأحمد كندوكي. وفي استاد الجيش ببرج العرب المصري بيستضيف الداخلية، واللي كان فيها الفوز من نصيب صاحب الأرض بنتيجة 3-1. وسجل أهداف المصري ميدو جابر، مروان حمدي، باهر المحمدي، وهدف الداخلية الوحيد سجله إيهاب سمير تحت الصفارة التحكيمية للكابتن محمد الحنفي. وفي استاد القاهرة الدولي كان الزمالك في انتظار البنك الأهلي، واللي كان متعادل لغاية آخر دقايق المباراة، وقدر الفارس الأبيض إنه يفوز في آخر الوقت عشان يكون أول فوز للزمالك في الدوري النيل. وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 للزمالك، وسجل الفارس الأبيض زيزو وشيكابالا، وهدف البنك الأهلي الوحيد كان كريم بامبو. وكانت القيادة التحكيمية للكابتن محمد معروف. ومن استاد جهاز الرياضة كانت مباراة طلائع الجيش وفيوتشر، فاز فيها فيوتشر بنتيجة 2-0. سجل لفيوتشر عمر كمال ومروان محسن، وحكم المباراة كان أحمد الغندور. ومن استاد الدفاع الجوي ومع حكم محمد ناجي فاز بيراميدز على إنبي بهدف دون رد، وسجل الهدف فيستون مايلي. وختام الجولة كان من استاد برج العرب بين الأهلي والإسماعيلي، وفيها احتفل محمد هاني بمباراته 300 مع الشياطين الحمر، فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-1. سجل أهداف الأهلي بيرشتاو هدفين، وسجل حسين الشحات هدف، وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد ياو أنور. وكانت القيادة التحكيمية للكابتن محمود البنا.